لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ابنة الراحل محمد صبري عمره ما فكر في الفلوس ووقع على بياض الزمالك. تحدثت رولا محمد صبري ابنة نجم نادي الزمالك الراحل محمد صبري عن حلمها وطموحاتها وعلاقتها بوالدها الراحل. وقالت رولا خلال استضافتها ببرنامج استاد المحور الذي قدمه الإعلامي خالد الغندور: بتمنى أكون إعلامية وأحقق حلمي في المجال ده، ودايما كنت بشوف والدي قدوته في الإعلام. وكشفت عن اللحظات الصعبة التي عاشتها عند تلقيها خبر وفاة والدها، قائلا: كنت أول واحدة عرفت بخبر وفاة والدي ودخلت في حالة صدمة. وأضاف إنها ورثت منه ملامحه لدرجة أن الجميع كان يربطها به فور رؤيتها. الناس كانت دايما تعرف إني بنت محمد صبري من الشبه الكبير بيننا. وتابعت كل المدرسين في المدرسة كانوا بيحبوا والدي لأنه كان بيقدم الخير للجميع. وأشارت إلى علاقتها المميزة بشقيقها آسر، مؤكدا: كنت بشوف آسر أخويا كأنه حتة مني بسبب التشابه في الوجه كبير جدا. واختتمت: والدي عمره ما فكر في الفلوس وكان بيوقع للنادي الزمالك على بياض، وحب الناس هون علي وفاة والدي.